عايزين يغيروها ليه؟ وهم عارفين ان الزمن قليل، وعارفين ان 4 شهور ما يعملوش حاجه، وعارفين ان الوزاره اللي هم المزمع تكوينها على هواهم فاضل لها 4 شهور. طب هتعمل ايه في ال4 شهور؟ في وزاره تعرف تشتغل في 4 شهور؟ طب ليه عايزين كده؟ عشان تيجي وزاره قادره على عرقله الرئيس. خد بالك، هم عايزين وزاره تعرقل عمل الرئيس. هم عاجزين عن عرقله عمل الرئيس بالمؤتمرات الصحفيه والفضائيات. لا، انما لو جبنا وزاره توافق وطني احنا اللي حاطينها وفرضينها هتقدر تعرقل الرئيس. ادي واحده. 2، ليه عايزين يعرقلوا انتخابات مجلس الشعب وصناديق ومحترمه؟ لان يوم ما هيجي مجلس شعب منتخب من الشعب لن تتمكن لا انت ولا انا ولا فضائيات ولا غيره من مهاجمه الرئيس. الرئيس اصبح بلا سلطات. ههاجمه اعمل بيه؟ هروح الاتحاديه ليه؟ لأن القرارات والتشريعات والبلد بقت عند مجلس الشعب، الحكومة واختيارها بقى عند مجلس الشعب. يبقى أنا لما عايز أعترض وأهاجم وأنتقد أروح لمجلس الشعب. طب إزاي أروح لمجلس الشعب؟ أروح ل 400 واحد إزاي؟ طب أشتم مين فيهم؟ طب أروح ل 400 واحد من الشعب هو اللي مختارهم. فهم عايزين يبقى مرسي النموذج أو الرمز اللي هم قادرين على طخ طخ طخ. لما تضرب الرصاصة في واحد غير لما تضرب في 400. فهم عايزين يبقى مرسي لوحده الرصاص يروح له علشان يقدروا يركزوا جهدهم، علشان الجرايد رايحه كده والفضائيات رايحه كده. انما لما يجي مجلس الشعب هيروحوا كده، هيروح هنا وهنا هيتشتتوا. فدول النقطتين اللي كنت عايز اقولهم قبل ما اقول لك ايه الحل. الحل لن تصدقوا